ليهرب من زوجته. لم يغادر وانتظر الشرطة. حكم عليه بالبقاء مع زوجته. لورنس جون ريبيل من مدينة كانساس، عمره 70 سنة. في عام 2016 سطع على بنك بطريقة غريبة. بدلاً من الهرب جلس في الردهة منتظراً وصول الشرطة. في 2 سبتمبر دخل ريبيل إلى البنك وسلم الصراف ورقة كتب عليها: لدي مسدس، أعطني المال. امتثل الصراف وسلمه ما يقرب من $3000. لكن ريبيل لم يهرب. بدلاً من ذلك جلس في الردهة منتظراً الشرطة. عند وصولهم أخبرهم ريبيل أنه يفضل أن يكون في السجن بدلاً من زوجته. أثناء المحاكمة أبرز محامي ريبيل العام معاناته مع مشاكله النفسية. لم يكن لديه سجل إجرامي وعاش حياة ملتزمة بالقانون حتى هذه الحادثة. حكم القاضي على ريبيل ب6 أشهر من الإقامة الجبرية مع زوجته، وبدفع تعويض للبنك وإتمام 50 ساعة من الخدمة المجتمعية. قصة ريبيل أثارت تغطية إعلامية واسعة وتعامل القضاء الجنائي مع المخالفين غير العنيفين في أمريكا. وأنتم، هل تعرفون أزواج يحاولون الهروب من زوجاتهم؟